السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين معايا كده فيديو النهارده مختلف شويه. انا غيرت حاجات كده في المطبخ، وانا اللي عملتها وانا اللي كنت عامله ده. يعني ده المنظر القديم بتاعي في المطبخ. هوريكم بقى برضو الجديد ان شاء الله دلوقتي، وهوريكم القديم. بصوا، انا كنت دهنه المطبخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اللون اللي هو الاقوى ده مع الابيض. وانا عشان رخامتي مكسوره فانا حاطه عليها الورق ده. تمام. وده الجزء اللي فوق بنفس الطريقة كده برضو. تمام. هوريكم برضو ايه بعد بقى، وعايزة رأيكم كده وتقولوا لي. انا طبعا يعني المطبخ مش هو ده اللي انا كنت عاملاه قبل كده، انا مغيرة كتير جدا. وفي برضو على القناة كده كذا فيديو للمطبخ، وفي حاجات ما كنتش بصورها. يعني انا بحب اغير في المطبخ على طول بصراحة. على طول على طول تلاقيني اغير لون، ممكن ابيضه، ممكن احط له ورق، ممكن اعمل كذا حاجة يعني. تمام اهو. ولما طبعا لو في حد عايز يبيض اللي هو الخشب، معرفش بقى الالوميتال والحاجات ديت معرفش، بس انا بتكلم عن الخشب. بتعمليه باللي هو اللاكيه. تمام. عندك بقى لاكيه ابيض، لاكيه الوان، زي ما انت حابه بقى بتعملي الدرجه اللي انت حباها. تمام. او بالشكل ده كده. هوريكم ان شاء الله بقى بعد، وعايزه اشوف رايكم هتقولوا لي ايه. هو ده كان حلو يعني بصراحة، اللون اللي انا كنت عاملاه ده كان مريحني وحلو ومفيهوش حاجة. بس انا بحب التجديد، يعني ببقى عايزة اغير كده ومش عايزة اثبت على حاجة معينة يعني. وكمان بقى بعد موال الكحك بقى والبسكوت ومش عارفه ايه، فبحس ان انا لا دربكه ومش عارفه ايه، لا انا عايزه اغير. عايزه احس بتغيير كده ونظافه وكده. فهنا الورقه اهو بتاع الرخامه بوريه لكم. وانا طبعا عشان لما استلمت الشقه كان السيراميك بتاعي بتاع الشقه مش حلو خالص، فانا حطيت عليه اللي هو الايه، الفوم ده. تمام. ومش ده برضو الفوم الوحيد اللي انا ثبت عليه، يعني انا كنت عامله قبل كده كذا كذا لون، كنت عامله ابيض، وقبل كده كنت عامله ورق كده كذا حاجه. يعني انا بحب ان انا ايه اشيل كتير يعني واغير كتير، وفي الاخر خالص ثبت على ده يعني. وممكن برضو مع الوقت كده ايه هتلاقوني فجأة كده غيرته هو كمان. تمام. يلا بقى، لو انتي لسه جديدة عندي على القناة انزلي اشتركي وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. متنسيش تحطيلي اللايك الحلو وتشجعيني بكومنت جميل منك. تمام. نشوف بعد بقى. هوب. خلص على طول زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا مفيش الكلام ده انا تعبت جدا على طبعا ما دهنت بقى وغيرت، عملت كله الاول ابيض زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا اللون الاقوى اللي انا كنت عاملاه ده خد وشين مني دهان ان انا اعمله ابيض. طبعا بقى ما قدرتش ان انا اقعد اصور بقى وانا معاكم وانا بدهن وكده، لان بيبقى الموضوع صعب قوي ان انا كمان افضل لابسه بقى الاسدال واقعد اصور واجيب من هنا واجيب من هنا، فالموضوع مجهد لوحده يعني. فقلت لا مش هينفع الاتنين مع بعض. تمام. بس حبيت ان انا اوصل لكم بقى بالشكل ده، وغيرت الورق الرخامه كده، جبت اللي هو الرخامي ده يبقى فيه نفس اللون الخشبي اللي انا عاملاه، الابيض في خشبي ده طالع كتير موضه دلوقتي. والخشبي ده ورق عادي، الرول عادي. لكن الابيض ده دهان، انا عملت الابيض ده عادي خالص دهان، عملته مط مش عاملاه لامع خالص، عاملاه مط عادي اهو مع الخشبي. وداريت بقى الايه، الازاز. يعني كنت ممكن اسيب الازاز وكده، قلت لا انا هداري الازاز، لان الحاجه انا مش بحب الحاجه اللي جوه تبقى باينه، بحس ان في توتر كده وفي حاجه كده مش رايقه، فانا مش بحب كده. فروحت مداريه الازاز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. وادي المطبخ معانا بالشكل الجميل ده. تغيير حلو والنظافة جميلة لما ايدك تبقى في المطبخ كده، مفيش دهون، مفيش مش اي حاجة الحاجات دي كلها. اي دهون في المطبخ بتوتر بصراحة. يعني انا المطبخ ده انا بتعب فيه جدا بسبب ان انا ببقى مش عايزة اشوف فيه اي حاجة خالص بصراحة يعني. وهو كل الهلك بتاع اليوم كله في المطبخ. بصوا هنا بوريكم ان انا التربو حتى لقيته بقى لونه بينك كده، فحسيت ان هو شكله مش حلو، فروحت ان انا ايه عاملاه بالشكل ده بالورق كده، وقلت اداري برضو بيه. ودي غسالة الاطباق على جنب خالص مغطياها يعني عشان ما تتبهدلش. والرخام هنا برضو الناحية التانية غطيته برضو بالورق علشان يبقى كله شكل واحد. تمام اهو بالشكل ده كده.
والورق الرخامي جبته يبقى فيه درجة من الرخام عشان يبقى مع الورق البني اللي انا حطاه اللي هو اللون الخشبي ده. تمام، بصوا الشكل اهو جميل جدا بصراحة. انا حاساه يعني مريح كده، يعني انا ارتحت له. يعني انا كنت بحب اللون الاقوى برضو في ابيض، كان هادي كده وكان جميل. وده برضو شايفاه ان هو مريح، ان هو كمان مداريلي الظرف اللي هي الازاز ديت، فانا مرتاحه له بصراحه في المنظر ده. يعني هنا بوريكم اهو، بقول لكم بصوا الدهان مفيش بقى اللون الاقوى اللي باين ده ولا اي حاجه خالص. ولو انتي الخشب بتاعك مخربش، في حاجه فيه مش مظبوطه، صنفريه عادي بالصنفره كده، صنفري الخشب هيبقى معاكي ناعم. بعد كده امسحيه، وبعد كده ابتدي ان انتي ادهني عادي خالص بالرولة اللي هي الصغيره، ويبقى معاكي فرشه برضو احتياطي لو في اي مكان فراغات ضيقه في اي حاجه. سلام عليكم.